سبحان الله، يعني نسأل الله إنه يتقبل شهدائنا وشهداء فلسطين وشهداء غزة إن شاء الله رب العالمين. في خضم هذه الحرب سبحان الله وجدت إنه كمية الشهداء كبيرة في هذه الحرب سبحان الله، ونسأل الله إنه يتقبلهم جميعا في جنان النعيم. فأجاني تصور يعني إنه في الجنة سبحان الله، إن شاء الله يتقبلنا جميعا يا رب. في الجنة يعني آه، ستجلس إلى نبي الله نوح فيحدثك عن تفاصيل يوم الطوفان، وربما جلست إلى أحد من قومه فيخبرك بمن عاش من الكائنات في ذلك الوقت، ولعلك تأكل مع الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم غفر الله له فيحدثك عن مغامراته في الدنيا وعن عفو الله عنه. وقد يزورك فجأة علي بن أبي طالب في قصر من قصورك إن شاء الله، وكيف أنت إذا رأيت نبي الله يوسف فسترى سبحان الله وسامة عجيبة. والله، ويحدثك حديث السجن وكيف كانت الأيام تمر عليه. وقد تصادف على نهر من أنهار العسل بغي بني إسرائيل التي غفر الله لها لأنها سقت كلبا سبحان الله، فتخبرك قصتها كاملة وكيف وقعت في ذلك الطريق. ولعل نفسك تشتهي أن تشاهد يوم بدر فيرفعه الله لك فترى صناديد قريش صرعى، وربما تمشي مع أحد غلمانك يوما فيشير إلى شخص يقول لك: يا سيدي، هذا الرجل قال الله عنه رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، فتتعرف إليه ويخبرك بأحوال مصر القديمة واسم فرعون وموسى وعجائب بني إسرائيل معه. ولعلك تعتزل أزواجك وتجلس في قصر مستعد لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يكون من فضل سبحان الله، فما أن تراه حتى تحتضن النبي وتتبرك بلمسه كأنك لم تدخل الجنة بعد. ولعلك تنظر إلى الله جهرا فيذوب قلبك وتقول: سبحانك يا رب، كيف عصيتك وأنت تسمع وترى. لك الحمد إن غفرت لي وأدخلتني الجنة، أصيب منها حيث أشاء. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، والله لا نقول إلا ما يرضي الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يا سلام.